انا عملت كذا انترفيو في السعوديه والحمد لله الانجليزي بتاعي كويس، لكن المشكله ان معظم الناس اللي عملت الانترفيو معاهم كانوا من الهند وبيتكلموا بسرعه وباكسنت معينه، فكان في حاجات كتير مش فاهمها. حتى بعد ما بطلب توضيح عندي انترفيو تاني الاسبوع الجاي وقلقان من الموضوع ده جدا. طيب انا حاسه جدا بالمشكله دي لان انا نفسي واجهتها اول ما نقلت الامارات. لازم تعرفوا ان حتى لو الانجليش بتاعك كويس جدا صعب انك تفهم اكسنتس مختلفه، منها الهندي بالذات ان هم بيتكلموا بسرعه جدا. بس الجود نيوز ان الموضوع ده بتاخد عليه ودنك بتاخد عليه وبتتحسن. انا اول ما جيت ما كنتش بفهم، وبالذات الاونلاين ده صعب جدا، الان بيرسون اسهل شويه. طيب الحل قدامك اسبوع تتمرن على الانديان اكسنت، وفي على اليوتيوب حاجات كتير جدا ممكن تعملها، زي انك تعمل سيرش Indian English listening practice. طبعا you won't master يعني اللغه الاكسنت الهندي، بس هتبتدي تتعود عليه وما تبقاش فورن قوي بالنسبه لك. الحاجة التانية انك من حقك جدا في الانترفيو لو مش فاهم تقول بمنتهى البساطة would you mind repeating that slowly please؟ عادي تقولها كده بالراحة، او انك تعيد السؤال تاني تقول I just want to make sure I understand you're asking about XYZ عشان تأكد انك هتجاوب على السؤال الصح. ربنا يوفقك، ما تنساش البراكتس and best of luck. اكتبوا لي في الكومنتس لو بتواجهكم الصعوبة انكم تفهموا الانجليش باكسنتس مختلفة، وبعتوا لي اسئلتكم هنجاوب عليها سوا. Let's Nova Mind.